السلام عليكم الحباب العائلة، لاباس عليكم بخيرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. غادي نشارك معكم كتف ديال الحولي معمر بالشعرية. عيد الأضحى على الأبواب، وقلت علاش لا ما غاديش نشارك معكم هذا الفيديو. إن شاء الله غادي يعجب لكم، وأكيد أكيد إلا جربتوا هذه الوصفة غادي تعجب عائلتكم وضيافكم. والطبق كيجي هماوي وطبق رئيسي، ما فيهش تماره بزاف. كاع الحاجه اللي كتدخل الفران ما كتديش زعما بزاف ديال التماره، وحاجه كتجي بنينه وكتجي في المستوى. قبل كل شيء كما العاده، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا حبابي كما كتشوفوا درت الشعريه مع شويه ديال ضماد البنه دكنور خليته. وهنا البصله غادي نشحر واحد شويه د البصله مع الثومه، نتبلهم بالابزار والتحميره وواحد شويه ديال الملحه. وهنا الكتف ديال الحولي كما كتشوفوا راه فتحته بالموس، يكون شويه ماضي في الوسط هكا. فتحته كامل كما كتشوفوا، راه يدي كتجي فيه كامله وكيشيط عاد البلاصه. خاص غير الموس يكون شويه ماضي وغادي تقضيو به الغرض. هنا عندي البصله اللي غادي نشرمل به الكتف ديال الحولي، وعندي القزبر وشويه ديال الثومه وسكينجبير والابزار والتحميره او بابريكا والملون الغذائي وواحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، مخلط ومقطع هكا رقيق. هذه الشرموله باش نشرمل الكتف، وهذه التعميره باش نعمرها. هنا عندي البصله اللي ديجا شاركتها معكم والشعريه وواحد جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس مقطعين هكا صغارين. هنا غادي نقطع واحد شويه هاد الشعريه باش غادي تدخل معها الشرموله. وهنا غادي نجي نشرم الكتف ديالي كما كتشوفوا. نخلط هاد الشيء كامل، هاد التوابل مع البصله، وغادي نشرملها. تقدروا تشرملوها ليله قبل او لا واحد جوج سوايع قبل ما ديروها الطيب. انا هنا كما كتشوفوا معايا غادي نشرملها كامله، نلبسها بهاد الشرموله كل شيء وندخل معها الشرموله لداخل. وغادي نعمرها. غادي تشوفوا الاضافات اللي غادي نزيد مع الشعريه، نعمرها ونخيطها ونخليها واحد 3 د السوايع. هنا راه الصباح بكري اللي صيبتها. كانوا كل شيء ولادي كانوا ناعسين على داك الشيء، راه ما لقيتش اللي يصورني، صورت غير بيد وحده وكنخدم يد وحده. هنا ضفت ليه الكورنيشو وضفت ليه الزيتون، واللي كتعجب له الهريسه يقدر يضيف واحد شويه. هنا دقت راه لقيتو خاص شويه ديال الملحه، راه دغي واحد شويه وصافي. حيت راه كنت ضفت الضماد البنه ديال الكنور. هنا كما كتشوفوا معايا راه ديك الباكيه ديال الشعريه كامله غادي نعمرها فيها، وغادي تشيط ليسباس عاد فيه الداخل. ولكن ما تعمروهاش بزاف، حيت فاش كتدخل الفران بحال اللي كتجمع شويه كتصغار، وباش غادي تلقى ليسباس فاش فين غادي طيب. وهنا غادي نعمرها كامله بهاد الشعريه، وغادي نخيطها بواحد البرا او لا الا عندكم لي كوردون تقدروا تعقدوها هكا بها باش ما تخرجش داك الشعريه. انا ما كانوش عندي، هنا عندي غير الابره والخيط صافي. غادي نشدها غير واحد جوج او لا 3 ضربات وصافي. راه غادي نحط الكاميرا وغادي نخيطها عاد غادي نرجع معكم. هنا كما كتشوفوا معايا صافي راه خيطتها، غير درت ليها واحد 3 ضربات وصافي غير باش نشد داك البلاصه اللي فتحتها. خيطتها، وقفت الكاميرا حيت ما نقدرش نخدم بيد وحده. صافي غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الزيت، ما نضيف عليها لا ما لا حتى شي حاجه. وغادي نغلفها مزيان بابي كويسون، وغادي نغلفها بابي الومنيوم، وغادي ندخلها للفران. كنت ديجا شعلته على 160 درجه. درت له غير ما درتلوش جهد بزاف، حيت غادي دير وقت واحد 3 ساعات اللي غادي ديه في الفران.
ودرتو على نار مهيله. واللي عندهم الفران ديال الغاز ينقص العافيه لاقصى درجه. المهم يدير العافيه غير بحال الشمعه وصافي، وغادي يخليه يطيب على خاطرو. هنا كما قلت لكم راه ضفت عليه غير واحد شويه ديال الزيت، واحد 4 المعالق ديال الزيت، حيت الكتف كما كتشوفوا راه فيها الشحمه. راه الشحمه داك الشحمه كلشي كتولي زيت. صافي هنا غادي نغطيها مزيان ونحطها هكا غير على سطح العمل واحد 2 سوايع. المهم حتى يكون بقات له واحد 3 د السوايع هكا للغدا. عاد غادي ندخلها للفران باش تطيب على خاطرها، ومنها تكون شربات داك الشرموله اللي شرملتها. انا ما عرفتش علاش ما كيعجبنيش نشرمل هكا اللحم في الليل، ولكن الدجاج ضروري كنشرملو في الليل باش ديك التتبيله كتدخل معاه، اما اللحم لا. وهنا غادي نرافقو بالشلاضه اللي فيها الباربه، وفيها الزروديه اولا خيزو، وفيه اللوبيه. هنا نقيتهم وغسلتهم مزيان ووضعتهم في هاد الساشيات باش غادي نقصوا علينا شويه الماعن. ما عرفتش واش الناس كاملين ولا غير انا الماعن ما عرفتش مني كيدوزو. هنا غادي نضيف عليهم واحد شويه الماء بارد، وغادي نعقد هاد الساشيات ونحطهم في الكوكوط. منها كل حاجه كتبقى في اللون ديالها وفي اللوغو ديالها. وغادي نضيف عليهم واحد 2 كيسان ديال الماء، ما نكتروش الماء. وصافي نسد عليهم الكوكوط ونخليهم على نار مهيله. هنا صافي كلشي راه طاب. وشلاضه قطعت واحد شويه ديال الخيار وشويه ديال الكروم وشويه ديال المطيشه والخس والبصله. هاد الشلاضه كتجي زوينه ميكس. نضيف عليها شويه د الملحه وشويه د الابزار وشويه د الزيت والخل. هنا غادي نضيف عليها شويه ديال الذره، حتى هاد الذره كيعطي لها واحد اللوغو اللي زوين. وهنا الكتف راه طايب ما شاء الله. ما عرفتش في الكاميرا هكا كيبان محمر بزاف زعما، اما هو في الحقيقه محمر عادي غير بالاضاءه ديال الكاميرا اللي كيبان على هاد الشكل. وهنا التزيين دائما كما كنقول لكم كل واحد كيزين حسب المتوفر وحسب كيفاش كيبغي يقدم الطبق لضيافو. هنا الجزر واللوبيا تبلتهم بواحد شويه ديال الثومه والربيع والابزار وشويه ديال الملحه، شحرتهم واحد شويه تبلتهم به. وكذلك الباربه تبلتها غير بشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. وهنا الكتف كما كتشوفوا ما شاء الله راه طاب حتى هرا بالطياب. طابا كويسون حيدناه غير بشويه وصافي، حيت اللحم ما شاء الله ولا كيدوب بحال الزبده. وان شاء الله نتمنى ما تنساوليش بلي لايك لي لايك البنات. حطوا لي لايك على الفيديو، راه الفيديو بلي لايك اللي كيطلع وكيطلع كيشوفوه ناس اخرين. نتمنى نكون ما كثرتش عليكم ونكون خفيفه على قلوبكم ان شاء الله، وهذا الفيديو يكون عجب لكم. واكيد اكيد ما تنسونيش بلي بارطاج مع عائلتكم ومع احبابكم. ان شاء الله تل شي فيديو اخر وشي وصفة جديدة. شكرا لكم جزيل الشكر على المشاهدة. استودعكم الله ونخليكم الى فيديو قادم. مع السلامة.